السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى صحابته أجمعين. طبعا بنرحب بكل مشتركينا الجداد وبنقول لهم نورتونا، بس كمان يا ست الكل ما تنسيش اللايك الحلو اللي بنستناه منك، وده لانه بيدعم الفيديو جدا. واللي بيشاهد القناه لاول مره يسعدنا جدا اشتراكك وتفعيلك للجرس عشان يوصل لكم منا كل جديد. ويلا كده يا جماعه بسم الله كده ونقول على بركه الله. تعالي يا ست الكل هاتي صدر فرخه وهاتي 3 بطاطسات مسلوقين بقشرهم زي ما انت شايفه كده. ما تقشريش البطاطس وتقطعيها وتسلقيها علشان طعمها بيغير وكمان ما تبقاش شاربه ميه معاكي. وتعالي نعمل كده بطريقه بسيطه جدا كده نجد الشركات. خلينا كده نسهل الامور شويه ونعمل ده، هنبسط الامور عليكي وعليا. ويلا بينا نبدا ونقول على بركه الله. زي ما انت شايفه ادي صدر الفرخه، ادي ال3 بطاطسات اقل من نص كيلو، ما تزوديش بطاطس عن كده. اول حاجه هنعملها كده هنقطع الصدر على الاقل يا ست الكل، هنبقى كمان ضامنين ايه اللي جوه. احنا مش هنعمل كميه كبيره، احنا بنعمل بس على قد الاسبوع اللي هنستخدم فيه الحاجه اول باول. احسن كتير من انك تعملي الحاجه وتركنيها. اول حاجه للامانه علشان بسم الله هي اول حاجه تضربيها لوحدها هي صدر الفرخه. بسم الله. بعد ما ضربتها كويس كده وفتحت ونزلت الجوانب، يلا كمان ننزل بالبطاطس. تمام، هنحط بقى ايه مع البطاطس دلوقتي؟ معلقه واحده من النشا زي ما انت شايفه اهو، معلقه واحده من النشا زي ما انت شايفه، ومعلقه واحده من الدقيق عليهم برضو. تعالي بقى نشوف البهارات اللي مفيش ازيد منها. نص معلقه فلفل اسمر من المعلقه الصغيره، نص معلقه مش مليانه كمان عشان ما تغمقش معاكي القطع. هنا معلقه توم باودر، هنا كده نص معلقه بيكنج باودر صغيره خالص، بصي زي حاجه كده زي الممسوحه. هنا معلقتين من الماجي الفوريه، ودي اللي بتدي طعم الشركات، مفيش كلام، ما تستبدليهاش باي بهار. بس كل البهارات اللي احنا بنحطها هي دي، ولا اكتر ولا اقل. والبهار الرئيسي هو الماجي الفوريه اللي بتتباع سايبه عند العطار. انزل بالبهارات زي ما انت شايفه. هنا يا ست الكل انا يا بحط عيش يا بحط بطاطس، ما بحطش صراحه الاتنين. ليه بقى؟ لان انا لو حطيت الاتنين هيقضوا على طعم الفراخ، ودي برضو ايه يعني حاجه لازم اقولك عليها. يا تحطي مثلا رغيفين من الفينو تشيلي الوش بتاعهم من فوق وتبليهم وتحطيهم مع الفراخ، يا اما تستبدليهم ببطاطس يا ده يا ده، علشان برضو الاولاد وهي بتاكل ما تحسش بفرق الطعم. خلاص بعد ما حطينا كل حاجه يلا بينا نضربها لمده دقيقه. زي ما انت شايفه كده بقت قدامك عجينه. احنا ما حطيناش ملح ليه؟ عشان اعتمدنا على الملح اللي جوه الماجي، لكن برضو بعد ما بخلص ضربها بدوق حته صغيره كده واشوف ملحها فعلا مناسب جدا، ولا بحاول مثلا ان انا ازود نقطه ملح صغيره ولا حاجه. انا بالنسبه لي ما زودتش ملح لان كان ملحها مناسب مع الماجي. طبعا اللي اتحطت الماجي بيبقى فيها ملح، فعشان كده بعتمد على الملح اللي في الماجي. جبت بقى صينيه زي ما انت شايفاها اهي، معلش الرخامه طبعا صغيره. فتحت كيس من اكياس التلاجة ودهنته دهنه زيت خفيفه. البتاعه بتلزق، ايوه طبعا العجينه بتلزق. يبقى نعمل ايه؟ نبل ايدينا ميه. هنا قدامك حل من اتنين، يا اما انك تفرديها كده فرد، يا اما تعملي بسرعه كده زي ما انا بعمل نفس الشكل اللي احنا بنجيبه من بره ونفس الحجم يا ست الكل زي ما انا هعمل كده. وهنحطها في الفريزر لما تتماسك علشان نكمل بقيه عمايلها. انا عايزه نفس الشكل اللي انت شايفاه ده كده زي اللي بنجيبه من بره بالظبط. ادي السمك بتاعها اهو، وهحطها كده. ادي القطعه اهي، ولازم تبلي ايديكي ميه وما ترفعهاش زياده عن كده برضو علشان الحته تكون شكلها كويس ومليانه زي بتاعت بره. ما ترفعيه زياده عن كده وهتستوي. اطمني طبعا كل حاجه مضروبه في الكبه هتستوي طبعا اهي. لسه لما هتخش الفريزر هتتماسك وهتبقى نفس الشكل بتاعت بره. هنا كبرنا القطعه شويه. ليه بقى؟ علشان لو جيت مثلا اعمل مره في العيش الكايزر كده على قد كأنها وحدة برجر من الفراخ،
تبقى على قد الرغيف زي ما انت شايفه اهو. تمام، زي ما انت شايفه كده. طبعا هي ما بقتش طبعا بحجم اللي احنا بنجيبها من بره، اللي بيجيبها من بره طبعا بيبقى حجمها اصغر من كده لسه. طبعا لما هتتحط في بقيه المكونات بتاعتها الحجم بتاعها هيتضاعف. بس يا ست الكل يكفينا ان احنا عارفين ايه اللي محطوط فيها. براحتك بقى يا ست الكل، حطيها في الفريزر لحد ما تخلصي كل اللي وراكي بس فيها تاني. يعني نقول اقل وقت هو ساعتين. احنا دلوقتي هنحطها في الفريزر، هنفتح برضو كيس تاني من اكياس التلاجة ونغطي ده وده وندخلها الفراخ كده يا ست الكل. بعد ما جمدناها زي ما انت عايزه، ممكن اصلا تروحي شغلك وترجعي لما هي تتجمد براحتها. بصي ادي اول صينيه، بصي شايفه القطعه اتجمدت ازاي. بسم الله كده. احنا بس ايه هنحاول نوسع المكان شويه. هنا بقى معانا ايه؟ معانا نص كوبايه دقيق عليها معلقه هرميه من النشا. وهنا معانا الكريسبي ده اللي بيجي من عند العطار سايب يعني الحبه دول ب10 جنيه. وهنا كده معانا شويه ميه. يلا بينا كده نكمل. اول حاجه بسم الله كده انزلي في الدقيق والنشا. انا حاطه الاتنين على بعض، ما تفرقش كتير حطيتي ده لوحده ولا ده لوحده، لا هما الاتنين بيتحطوا الاتنين مع بعض. تمام. نيجي بقى ننزل بيها فين يا ست الكل؟ ننزل بيها كده في الميه اهي زي ما انت شايفه كده اهو. هنزل بيها وعلى طول هروح بيها فين؟ على الكريسبي زي ما انت شايفه بالمنظر ده كده. حابه تعليها، تعالي برضو نعمل يعني ايه ان احنا نعليها تاني. هننزل بيها تاني في الميه بعد ما حطيناها في الكريسبي من الطرف كده، وهناخد كده عليها بالكريسبي زي ما انت شايفه. ادينا كده بدأنا بالقطعتين الكبار، هما دول اللي تبدأي لو عامله كبير وصغير زي ما انا عامله ابدأي بالكبير. شايفه الجمال يا ست الكل والحلاوه. يبقى اول حاجه هننزل بيها في الدقيق اهو على الميه. انا افضل ان انا اعملها مرتين علشان برضو اوصلها لنفس الطعم ونفس كده السمك بتاعت بره. ادي اهو. تمام. وارجع انزل بيها تاني في الكريسبي. طبعا دي ما بقتش بقى ايه قطع صغيره، دي بقت القطعه الكبيره اللي احنا بنشتريها في العلبه، اللي هو تقريبا يعني مش عارفه 8 حتت كده بحاجه و160 جنيه. ادي شكلها اهي. ادي شكل القطعه زي ما انت شايفاها اهي. وادي طبعا اللي احنا عملناها القطعه الكبيره، قلنا عشان لو نعمل مثلا رغيف كايزر ولا حاجه. يبقى اول حاجه دقيق ونشا وميه زي ما انت شايفه كده وعلى الكريسبي، وبردها تاني في الميه، وبعدين برجع تاني في الكريسبي علشان تدي طبقه معاكي عاليه زي ما انت شايفه كده. ادي القطعه الثانيه اللي احنا عملناها المدوره زي ما انت شايفه الجمال والحلاوه دي. شايفه يا ست الكل الجمال والحلاوه. خلاص دي ما بقتش قطع صغيره، دي نفس طبعا الحجم اللي بيجي اللي هي القطعه الكبيره زي ما انت شايفه كده. ليزر واستخدم منها لسندوتشات المدرسه. علبه دي زي دي كده يا ست الكل او اطباق فل. جبنا كيس من كيس التلاجة، فتحنا 2. بصي بسم الله كده هنحط هنا يعني حطي عادي بس اعزلي ما بين كل قطعه والثانيه بكيس. يعني ما تحطيش على قد استخدامك اللي انت هتستخدميه، لا اديني بس. المهم عندي انك ما بين كل طبقه والثانيه تعزلي بالكيس ده علشان لما تيجي تطلعي هتطلعي بمنتهى السهوله على فكره. بس اهم حاجه يكون ما بينهم الكيس كده عازل ما بينهم. تمام خلاص. وهنشيلها بقى في الفريزر يا ست الكل، ولما نيجي نستخدم منها هنطلعها قبلها بربع ساعه فقط مش غير، وبنقليها ان شاء الله. هنقلي منها في الفيديوهات القصيره. ادي طبعا الكميه اللي عملتها لنا صدر الفرخه الواحد ونص كيلو البطاطس. متهيألي اوفر، مش هقولك كميه كبيره قوي لكن اوفر وانضف من بتاعه بره بكتير. ولو عجبتك بقى القناه ما تنسيش الاشتراك فيها وتفعيل الجرس علشان يوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.